السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. سأتكلم في حلقة اليوم عن موضوع متداخل ومتشابك، وموضوع العقل الإنساني. وأين قاد هذا العقل الإنسان؟ هذا العقل قاد الإنسان لعبادة الفئران، وقاده لعبادة البقر، وقاده لعبادة النار، وقاده لعبادة الشيطان، وقاده لعبادة ذاته من اتخذ ربه هواه. طبعا أيضا هذا العقل ما بين الإيمان وما بين الإلحاد وما بين الأفكار الفلسفية، وما كان يطرحه العقل الإنساني حتى يقود من خلفه من البشر تحت سطوته أو سيطرته، وينكر على الطرف الآخر أن يدين لله، أن يدين لخالق يأتمر بأمره وينتهي عن نواهيه. هذا العقل الذي كما قلت منذ قليل قاد الإنسان إلى هذه العبادات التي يراها الكثير والكثير جدا غير منطقية وغير عقلية، ولكن أيضا يدعي أنها تنسب إلى العقل. وما كان يطرحه أيضا الملحدين من أفكار فلسفية، والفلسفة تكمن خلف أشياء كثيرة حدثت، إن كانت داخل الأديان أو إن كانت خارج فكر الأديان أو ما يتعلق بالإلحاد. فكره الفلسفي يطرح فكرة ثم يسعى للترويج إلى هذه الفكرة من خلال مجموعات، هذه المجموعة قد تتحول إلى طائفة، وهذا ما حدث أيضا في أغلب الطوائف الإسلامية التي انشقت عن الإسلام أو خرجت عن الإسلام نتيجة فكر فلسفي نشأ في مرحلة من الزمن، ثم جند إلى إلى فكره البعض، ثم عمل البعض على نشر هذا الفكر حتى يتحول فيما بعد إلى طائفة. طبعا الفكر الإلحادي الذي كان يطرح موضوع الفلسفة أيضا ضمن الإلحاد، من كان يدعي أن الله خلق الكون وأن الله أهمل الكون أو ترك الكون ولم يتواصل مع خلقه، وأيضا من كان ينسب هذا الوجود إلى كون أزلي، ثم تسقط هذه الفكرة الفلسفية أمام حقيقة علمية، وهي بدء الانفجار الكوني العظيم منذ 13 مليار سنة. طبعا الملحد حينما تسقط فكرة أو نظرية يدعو من خلالها للتشكيك في وجود إله، لا يسلم بعد ذلك إلا قليل، لا يسلم بهذه الحقيقة، وأن الفكر الذي كان ينادي به هو فكر مبني على الوهم والخداع. أيضا هذه الأفكار الفلسفية نشأت كما قلت داخل الأديان، وفي البدء كل الأديان كانت تنطلق من إرسال الله إلى رسول، وأيضا إلى أن يحمل هذا الرسول رسالة يؤمن بها من يؤمن ويكفر بها من يكفر. ثم نلاحظ فيما بعد أن من آمن في الرسالة بعد مرور عقود أو سنوات طويلة جدا انقسمت هذه المجموعة إلى مجموعات، أو خرج عن المجموعة الأساسية أو عن المسار الحقيقي لهذه الدعوة فروع كثيرة، وهذا كله يحدث نتيجة الفكر الفلسفي أو ما ينسب إلى العقل. وهذا ما حدث في مجمل الطوائف التي انشقت عن اليهود وعن المسيحية وأيضا عن الإسلام. الفكر الفلسفي الذي قاد إلى كل الطوائف التي سمعنا بها عبارة عن فكر فلسفي يطرحه العقل حتى يخلق مجموعة تتحول فيما بعد إلى طائفة تدين لهذا الفكر. ما بين أنه في الواقع حينما تواصل الله مع خلقه وأسقط هذه الفكرة التي يتكلم فيها الملحدون أن الله عز وجل خلق الكون وأهمله من خلال الرسل والرسالات التي جاء بها الرسل. وأيضا رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هي كانت آخر الرسالات، وقال الرسول أن لا نبي من بعدي. أليست هذه بمعجزة؟ بعد مرور ما يقارب 1500 سنة لو خرج نبي بعد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ب100 سنة، ب200 سنة، ب500 سنة، ب700، ب1000، ب1200، لسقطت هذه الرسالة. ولكن هذه الرسالة لا يمكن أن تكون، ولا يمكن أن ترى النور، ولا يمكن أن تستمر في نشر هذا النور إلا من خلال خالق يحمي هذه الرسالة. وهذا ما تعهد فيه الله عز وجل بحفظ كتابه الكريم، على عكس ما حدث للرسل التي سبقت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل اختار محمد أن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي من بعده، لذلك كان يجب على هذه الرسالة أن تكون خالدة إلى أن يرث الله الأرض إلى يوم القيامة. وحمى هذه الرسالة ونسب حفظ هذه الرسالة لذاته سبحانه وتعالى، بينما ترك الرسالات التي سبقت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أوكل بهذه الرسالة، فقام البشر بتحريف هذه الرسالة وفق أهواءهم وفق عقولهم. وهذا الجانب الذي يحدث أيضا حتى في الجانب السياسي، الأطروحات السياسية التي تستخدم الدين أحيانا
كقطاع، كموضوع المشروع الإيراني في المنطقة، الدولة الإيرانية التي تتكلم باسم الإسلام ولكن تسعى خلف هذه الشعارات التي تطرحها إلى حقيقة هي إعادة بناء دولة فارس من جديد. وأن هذه الدولة منذ أن سقط كسرى ومنذ أن حرر المسلمون أو فتح المسلمون بلاد فارس، وهي من ذلك الوقت إلى هذا الوقت وهي دائما تعمل على الطعن في المسلمين من خلال الخداع ومن خلال الطعن في الظهر. هذا ما أحدثته الدولة الإيرانية. ومن يتكلم الآن عن ما يحدث ما بين إيران وإسرائيل وأمريكا من الطرف الآخر، ويتكلم أن هذا عدو صهيوني وإيران دولة إسلامية، هؤلاء مع الأسف مصرين أن يستمروا في موضوع الجهل. وأيضا قسم آخر مع الأسف من يتعاطى مقابل هذه الشعارات التي تطرحها، أن يتكلم بالشعارات التي تطرحها إيران المال، حتى يفسر لمن يسمعه أو يتابعه أن هذه الدولة هي دولة إسلامية حقيقية. ولو كانت إيران صادقة لما سعت إلى احتلال الدول العربية الإسلامية، لما احتلت سوريا خلال فترة الثورة السورية، ولما احتلت لبنان من قبل، ولما احتلت اليمن، ولا احتلت العراق الموالي لإيران كحكومة. على الرغم من ذلك عملت إيران على إنشاء ميليشيات تابعة لها تأتمر بإمرتها على حساب الدولة القائمة. لا توجد دولة في مكان وضعت إيران يدها به. إيران كل المشكلة التي حدثت بينها وبين إسرائيل هو تصادم المصالح. وأنا قلت من قبل وأقول مرة أخرى لم تقم إيران بشن حرب ضد إسرائيل منذ ولادتها عام 79، يعني هذا إيران خميني لم تقم بحرب ضد إسرائيل، بل كانت تقوم بردة الفعل بعد أن تقوم إسرائيل بضرب إيران. لكن إيران كانت تستخدم الأذرع التي تكون النتيجة والفاتورة تدفعها الدولة التي تنشط فيها تلك الأذرع، كما حدث في لبنان في أكثر من مرة، وكما حدث أيضا في فلسطين عن طريق حماس مع الأسف، وأيضا في اليمن، وأيضا في العراق. لو كانت إيران دولة صادقة وسعت خلف علاقات حقيقية مع الدول الإسلامية، وأيضا عن تبادل المصالح بين هذه الدول ووحدة المصير بين هذه الدول تحت سقف الإسلام، لدفعت جميعا إيران. لا مشكلة لدينا بمصطلح شيء، ولكن المشكلة لدينا بحقيقة هذا المصطلح. ماذا فعل هذا المصطلح في سوريا؟ ماذا قال حسن نصر الله حينما بدأت الثورة السورية؟ قال أن تحرير بيت المقدس يتم من خلال احتلال المدن السورية مدينة تلو الأخرى وسفك دماء السوريين. وكما قال خميني من قبل أن تحرير بيت المقدس يتم من خلال احتلال العراق. هؤلاء الكذبة الذي يدعون انتماء لفلسطين، إنما فلسطين هي عبارة عن شماعة يستخدمونها، ومع الأسف ما بين الذين لا يمتلكون هذا الأفق الواسع لرؤية حقيقة ما تفعله إيران ويدين لإيران، وما بين من يتلقى الأموال حتى يقوم بترويج هذا المشروع. وأنا أذكر هنا حقيقة عاشها الشعب السوري، والله أعلم أقول شهيد، أن الشعب السوري كان يحب حزب الله وحسن نصر الله قبل أحداث الثورة السورية أكثر من أي دولة عربية إسلامية أخرى، وربما أكثر حتى من اللبنانيين أنفسهم. كان يعشق هذا الحزب ويصدق الشعارات التي يتكلم فيها هذا الحزب. ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ هذا الكلام للأخوة الذين قد يتواجدون في دول بعيدة عن إيران وعن المد الإيراني. ماذا فعل بعد ذلك؟ دخل هذا الحزب ليقوم بقتلهم أمام الثورة السورية وسفك دمائهم ورفع شعار أن تحرير بيت المقدس يتم من خلال احتلال مدنهم وتهجيرهم. وهذا ما تكلم فيه حسن نصر الله، وتكلم أن يقال أن حزب الله موجود داخل سوريا، فيقول إن كان هناك 100 ألف سأجعلهم 200 ألف، وأنا سأدخل، تطلب الأمر سأدخل أنا بنفسي إلى سوريا. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل تحرير بيت المقدس أم من أجل احتلال الدول العربية الإسلامية. ولو اتفقت إسرائيل، لو قبلت إسرائيل أن تتقاسم النفوذ مع إيران، والله لتقاسمت الدول العربية وتبادلت فيما بعد أمام أعين الجميع النشاط الدبلوماسي بين الدولتين. ولكن ما حدث أن إسرائيل لم تقبل أن تكون إيران دولة ند لها في هذه المنطقة، وهذا الذي جعل الحرب تنشأ بين الطرفين. السبب الحقيقي خلف هذه الحرب هو
تصادم بالمصالح ما بين المد الصهيوني والمشروع الصهيوني القائم على موضوع إسرائيل الكبرى، وما بين مد إيراني يسعى خلف الهلال الشيعي. فهذا الذي أسقط المشروع الإيراني، التصادم مع المشروع الصهيوني. ومع الأسف نحن ندرك تماما، وقلتها من قبل، أن العقيدة تبعتنا، العقيدة التي ولدنا عليها وما تربينا عليه، هو مبني على كره هذا العدو الصهيوني الذي اتخذ من فلسطين قصرا دولة. وما يحدث وما يفعله بالشعب الفلسطيني منذ عام 1940 إلى هذا اليوم. ولكن هذا أيضا مشروع آخر يسعى إلى احتلالك وقتلك وفرض سطوته عليك. وأنا لا اختلاف لدي والله إذا كان هذا المحتل اسمه إيراني أو صهيوني أو روسي أو أمريكي وجاء ليحتل بلدي ولقتلي ولتهجيري ولسلب هويتي وتدمير عقيدتي، فليكن اسمه ما يكون. لكن مع الأسف هؤلاء الكذابين الذين يتكلمون أن الآن اتركونا من موضوع العقيدة ودعونا نتكلم في موضوع الرجولة. يرى ما تفعله إيران رجولة. إيران التي لم تترك لها صديق في هذه المنطقة، إيران التي تسعى خلف مشاريع على حساب آل البيت مع الأسف، وحب آل البيت واستثمار هذا الجانب عاطفيا وإقفال موضوع العقل في هذه المسألة العقل. فلذلك إيران كما قلت لو كانت تسعى وراء تحرير بيت المقدس لخلقت الكثير من الأصدقاء، ولما خلقت حرب مع العراق الذي كان يتصدى للمشروع الصهيوني، العراق الذي كان يدعم القضية الفلسطينية والثورة الفلسطينية، وكانت في زمن العراق في حال طيب. خلقت حرب إيران مع العراق واستمرت لمدة 8 سنوات، ثم انتقلت بعد سقوط دولة العراق لتحتل العراق ولتحتل باقي الدول العربية تحت مسميات وشعارات واهية وكاذبة. هذه حقيقة إيران، وهذه حقيقة المشروع الإيراني. لا مشكلة لدينا مع مسمى الشيعة، ولا مشكلة لدينا مع مسمى دين آخر إذا كان هذا الدين يدعي أنه يتبنى نفس الأفكار الذي يتبناها الطرف الآخر. ولكن الحقيقة هي الحقيقة ما يحدث في الواقع. الحقيقة ما فعلت إيران. هل ينتظر المصري أو المغربي أو البلاد البعيدة أن يدخل حزب الله أو تدخل إيران إلى دولهم وتقوم بقتلهم حتى يدرك حقيقة هذا المشروع؟ يعني لا يتعلم من التجربة السورية، لا يتعلم من الحب الذي كان يحمله الشعب السوري اتجاه إيران واتجاه حزب الله، وكانت النتيجة أن يدخل هذا الحزب لقتلهم؟ هل لا يمكن أن نستفيد من درس حقيقي عاشته دولة عربية إسلامية وفي هذا الواقع الحالي، في هذا العصر الحالي، حتى نحمي أنفسنا ونحصن أنفسنا من هذا المد الإيراني؟ فعلا البعض وهؤلاء الذين ينتمون إلى الفكر المغلق والفكر الجاهل ينتظرون أن يروا هذا الشيء، أن يرى إيران تدخل وتقوم بقتلهم حتى يدرك حقيقة إيران. أما هذا المشهد الكبير الذي حدث في سوريا ليس مشهد كافي ليرى الحقيقة. على كل حال وصلنا إلى نهاية مقطع اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.